اعدادي تركز معايا النهارده عشان اتكلم عن مدرسه ستيم. طب انا ليه بتكلم عن مدرسه ستيم من دلوقتي؟ عشان حضرتك لو ناوي تدخل المدرسه هقول لك تعمل ايه من دلوقتي علشان ما تعكش الترم التاني. تمام، كفايه اللي احنا عملناه في الترم الاول لان ليها شروط عشان تجيبها. عندنا شرطين عشان تدخل مدرسه ستيم. الشرط الاول انت تكون جايب 98%، يعني جايب 274 ونص، وتكون مش مقفل ولا ماده. يعني عادي ممكن تكون ناقص في كل مواد مثلا درجتين درجه ايا كان، بس تكون جايب المجموع ده المجموع الكلي. او ان انت تكون جايب 266، يعني جايب حوالي 95%، او تكون مقفل لا اما رياضه لا اما انجلش لا اما علوم، تكون مقفل ماده من الثلاث مواد دول. تمام، يبقى احنا دلوقتي عندنا شرطين: انت تكون جايب 98% ومش مقفل ولا ماده، قدامك الاوبشن الثاني ان انت تكون جايب 266 مقفل لا اما انجلش لا اما ماس لا اما ساينس. تمام، ده بالنسبه للمجموع. لا ومش بس كده، ده في اختبار لازم تنجح فيه علشان تقدر تتقبل. يعني انت لازم تكون جايب مجموع ولازم يعملوا لك اختبار. تمام، دي الشروط اصلا بتاعت المدرسه. طب في ناس كتير جدا بتبعت لي: طب انت ليه بقى ما دخلتيش مدرسه ستيم؟ اولا انا كنت الشرطين كانوا متواجدين عادي. يعني كنت جايبه 98.5%. يعني انا كان الشرط الاولاني اللي هو انا كنت جايبه 98 وما كنتش مقفله ولا ماده، ده كان موجود. او الاوبشن الثاني ان انا اكون جايبه 95% واكون مقفله علوم او رياضيات او انجلش. انا كنت مقفله العلوم، كنت ناقصه في الرياضيات نص درجه، وكنت ناقصه كمان في الانجليش نص درجه. تمام، فانا كده في الحالتين كنت هدخلها. طب انا ليه ما دخلتهاش؟ علشان المدرسه اكتشفت ان هي داخليه، مدرسه داخليه يعني اوكي، يعني انت بتباتي بره البيت وما بتنزلوش تقريبا غير في الاجازات اللي المدرسه بتحددها. تمام، واعتقد مدرسه البنات بتكون منفصله عن مدرسه الولاد. بس اصلا كده كده احنا عندنا صعب شويه ان احنا نبات بره البيت. طبعا الموضوع صعب، وكمان حتى لو هو مش صعب يعني من ناحيه العيله، فهو برده صعب بالنسبه لي اصلا ان انا ابات بره بيتنا. فالموضوع طبعا متوقف عليكم انتوا، عايزين انتوا موافقين قشطه، انا ما بقولش ان هو غلط. تمام، انتوا عايزين تباتوا بره البيت دي حاجه بتاعتكم. فلو انت ناوي تدخل مدرسه ستيم لازم تشد الترم ده، انت لسه قدامك الفرصه، شد حيلكم باذن الله، وان شاء الله ربنا يرزقكم بالخير ليكم.